السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين سلسله ادوات بري كلينيكال. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الادوات اللي هنستخدمها في حشوه الامالجم. لو لسه اول مره تتابعني ما تنساش لايك وسبسكرايب. انا دكتور علاء غزال، يلا بينا نبدا. صلوا على النبي. مبدئيا كده قبل ما نتكلم عن الادوات هنقول بس كلمتين بسرعه كده عن الامالجم. الامالجم هو الحشوه المعدن، اكيد طبعا كلنا عارفينها، لو ما كناش احنا عملناها فاكيد عارفين حد عملها وشايفينها قبل كده. تمام. الامالجم بيجي لنا في صوره كبسول زي كده، كبسول زي كده او كده. هنشرح دلوقتي ونقول الفرق ما بينهم. الكبسول ده بيكون عباره عن مادتين، باودر وليكويد. في كبسول اللي هو النوع زي كده ما بيبقاش فيه بوتوم، فبيبقوا الاثنين مع بعض. تمام. والنوع الثاني اللي هو بيبقى فيه بوتوم بيبقى فيه الليكويد في جزء لوحده والباودر في جزء لوحده. فاحنا بنضغط على الزرار ده كده، البوتوم ده بنضغط عليه ضغطه جامده كده قبل ما نحطه في الامالجميتور. تمام. خلينا نتكلم بعد كده على طريقه تجهيز كبسوله الامالجم. زي ما قلنا كبسوله الامالجم هو نوعين. اول نوع معانا اللي هو النوع اللي بيبقى جاهز ده، انت بس بتحطه في جهاز الامالجميتور على كده. تمام. جهاز الامالجميتور ده هو اوريدي موجود عندك في السكشن. والنوع الثاني اللي هو ده اللي بيبقى فيه البوتوم، فانت بس بتضغط ضغطه كده على البوتوم اللي موجود عشان تقطع الدايجرام اللي موجود، بحيث ان يحصل ميكسنج بين جزء الباودر وجزء الليكويد. لو حطيتها من غير ما تضغط على البوتوم مش هيحصل اي حاجه ولا كأنك عملت اي حاجه. تمام. كل نوع طبعا بيبقى له تايم معين في الميكسنج بتاعه، بس في الاغلب انت بتلاقي الامالجميتور معاك مظبوط على 10 ثواني، فكله بنعمله على 10 ثواني وبيطلع زي الفل. تمام. طيب دلوقتي احنا في السكشن وعملنا جهزنا الكبسوله في السكشن، خلاص تمام على الامالجميتور وكله تمام. طيب انا لو عايز اشتغل في البيت اكيد طبعا مش هشتري جهاز الامالجميتور من دلوقتي. تمام. هتلاقي في ناس بتقول لك لو عياده مثلا قريبه منك او انك تشوف عياده قريبه منك بحيث انك تعملها وتطلع تشتغل على طول. مفيش الكلام ده ومش هينفع، انت لازم هتعملها في البيت. هقول لك دلوقتي لانه اصلا الوركينج تايم بتاعه اصلا من 3 ل 5 دقائق، فانت عشان تعملها في عياده جنبك وترجع بيتك فانت عايز بيتك يكون في وش العياده او العياده جوه بيتك، اللي هو بحيث انت اصلا يا دوب تطلعها من الامالجميتور وتنط جوه الكافيتي يا دوب تعمل الامالجم على طول، حشوه الامالجم. فمفيش الكلام ده، ومش هينفع انك تعملها في عياده وترجع تعملها في بيتك او انت تقعد بقى تشتغل في العياده، ما قدامكش غير كده. تمام. في طريقه بنعملها معانا في البيت وهو بجهاز المورتر ده. طريقه سهله وبسيطه، يعني هتلاقي ناس كتير بتقول لك صعبه وما بيطلعش الميكسنج معاك كويس. لا، الطريقه سهله جدا، ما بتاخدش منك دقيقتين يا دوب وبتطلع الميكسنج مظبوط وزي الفل. هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن، هتشوف طريقه تجهيز كبسوله الامالجم بجهاز المورتر. هو مش جهاز، هو بس حاجه كده زي ما احنا شايفين كده. بنفتح الكبسوله، بنحط فيها جزء الباودر بنفضيه وجزء الليكويد بنفضيه على بعض، ونبدا اننا نقلب كده بطريقه وتكنيك معين كده. هسيب لك اللينك في الديسكربشن تقدر تتفرج عليه. تمام. يلا بينا بقى ندخل على الادوات ونشوف الادوات اللي هنستخدمها معانا في حشوه الامالجم. يلا بينا نبدا نتكلم بعد كده على الادوات اللي هنستخدمها معانا في حشوه الامالجم. اول حاجه معانا هو الكاست ده بيركب عندنا في الدم هيد في السكشن، واول حاجه بنبدا نركبها على الكاست بعد كده الرابر دام كيت ده شارحينه في فيديو قبل كده بكل مكوناته بطريقه تركيب، وهسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن، بس هنقول برده مكوناته بسرعه كده. معانا الرابر دام اللي هو اللي تحت ده كده، الرابر دام. معانا بعد كده الفريم بتاعه. معانا بعد كده الكلامبس دي كده شرحنا برضو قبل كده في الفيديو بمقاساتها، ده مقاس صغير والكبير. معانا بعد كده الكلامب هولدر ده، واخر حاجه معانا في الرابر دام كيت هو الرابر دام بيكتشر. تمام. ده كده اللي بنبدا نخرم بيه الرابر دام. ندخل بعد كده على كبسوله الامالجم. وزي ما قلنا كبسوله الامالجم هي نوعين. النوع ده اللي هو بيكون جاهز كده ان هو بيدخل في الامالجميتور على طول، بيتحط في الامالجميتور ويبدا يحصل له ميكسنج على طول. تمام. النوع الثاني اللي هو بيبقى فيه البوتوم ده، احنا ضغطنا البوتوم فانت بتضغط ضغطه كده على البوتوم قبل ما بتحطه في الامالجميتور. تمام. ده كده الكبسوله معانا بعد كده الماتريكس هولدر، وده بنستخدمه في كلاس 2. لو احنا هنعمل حشوه امالجم كلاس 2 بنبدا نستخدم الماتريكس هولدر ده، وبنشتري معاه كده الماتريكس باند ده، بيبقى في علبه كده فيها باوتش فيها اكتر من واحده. بنبدا اننا نركبها بالطريقه دي كده، ومشروح برده الفيديو قبل كده، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن تتفرج عليه. ندخل بعد كده معانا الادوات. معانا الادوات اللي هي اللي كانت معانا في جزء البريبريشن، اللي هي التويزر. نبدا نستخدمه في اننا مثلا في الاخر كده بالقطنه بنبدا اننا نمسح بس السنه كده في الاخر. التويزر بلاش اللي هو فيه لوك، خليه من غير لوك زي ده كده. والميرور لو هتشتغل اندايركت. والبروب البروب زي ما قلنا من ناحيه يكون مدرج والناحيه الثانيه بيكون عامل زي الهوك كده. تمام. ده شكل البروب معانا كده. ده المورتر. بعد ما بنجهز كبسوله الامالجم بعد ما بيحصل لها ميكسنج بنجيب كبسوله الامالجم بنفضها هنا كده، واول حاجه بنستخدمها هو الامالجم كارير. تمام.
امالجم كارير معانا بالشكل ده كده، بيكون فيه فتحه كده من قدام وفي بوتوم من ورا. تمام. بنبدا انك كبسوله الامالجم محطوطه قدامك تبدا تضغط عليها كده تملى الفتحه اللي قدام دي، وتروح على الكافيتي بتاعك تدوس على الزرار اللي ورا ده كده، البوتوم اللي ورا، بيبدا ان هو ينزل لك جزء الامالجم اللي دخل جوه الفتحه دي. تمام. بعد كده الكوندنسر، وده بنحتاج منه 2 مقاس صغير بالشكل ده كده ومقاس كبير، بحيث ان المقاس الصغير بنستخدمه معانا في الكافيتي من تحت. اول ما بنبدا بالمقاس الصغير، وبعد كده كل ما بنطلع لفوق الكافيتي بيوسع معانا، فبنستخدم بعد كده الكوندنسر الكبير. تمام. يبقى الكوندنسر هنحتاج منه واحد صغير وواحد كبير. تمام. معانا بعد كده البول بيرنشر، ودي الهيد بتاعتها بتكون راوند بالشكل ده كده، بنجيب منها برده مقاسين، مقاس صغير ومقاس كبير. تمام. يبقى كده الكوندنسر 2 والبول بيرنشر بيكون 2 برده. ومعانا بعد كده الاناتوميكال بيرنشر. الاناتوميكال بيرنشر بيكون فيها تيب كده من قدام، دي بنجيب منها واحده بس، هي واحده بس بتكفي ان هي بتحدد لنا الاوت لاين بتاع السنه معانا. تمام. دي كده الاناتوميكال بيرنشر. انا اخر حاجه الامالجم كارفر، ده شكل بتاعه كده، ده كده شكل الامالجم كارفر، بنحتاجه بنستخدمه في الاخر بحيث ان انا نعمل بيه كارفنج للامالجم ان هو يطلع لنا الاناتومي بتاع السنه مظبوط. تمام. يبقى احنا كده اول حاجه هنحتاجها معانا المورتر، بعد كده الامالجم كارير، بعد كده الكوندنسر هنحتاج منه 2، واحد مقاس صغير واحد مقاس كبير، بعد كده البول بيرنشر هنحتاج برده 2، واحد مقاس صغير واحد مقاس كبير، بعد كده الاناتوميكال بيرنشر واحد، اخر حاجه الامالجم كارفر واحد بس. تمام. يبقى دي كده ادوات الامالجم. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ادوات حشوه الامالجم. اتمنى اكون قدرت افيدكم بحاجه. ان شاء الله مكملين بعد كده باقي ادوات بريكلينيكال ومعاكم ان شاء الله في العملي. اتمنى اكون قدرت افيدكم بحاجه. سلام.